السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد من مطبخي. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله أفكار اقتصادية لأكلات آخر الشهر. إن شاء الله الفيديو يفيدكم ويعجبكم. بس بحب أقول الأول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو أتمنى منك إنك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بنزله. النهارده إن شاء الله هنعمل من قطعتين البانيه اللي قدام حضراتكم اللي أنا باقطّعهم، هنعمل منّهم وصفات حلوة جدًا تنفع لأكلات آخر الشهر على الله، بأفكار موفّرة وتكون مشبعة برضه في نفس الوقت وعلى قد الإيد. أنا كان عندي هنا اللي هم 3 قطع من البانيه صغيّرين كده زي ما حضراتكم شايفين. قُلت بقى أنا هاعمل بيهم وصفتين وهازوّد حجمهم دلوقتي بالخضار. أول حاجة هاعملها إيه، هاعملهم شاورما. جِبت تتبيلة الشاورما. هتجيبي مثلًا نُص علبة من الزبادي أو معلقتين من الزبادي، أو لو ما عندكيش زبادي ممكن تاخدي معلقة كبيرة من وش اللبن لو أنتِ عندِك، وهتضيفي عليها كل البهارات بتاعة الفراخ اللي أنتِ بتحبيها، ملح وفلفل أسود وبابريكا وكاري وجنزبيل، كل البهارات اللي أنتِ بتحبي تحطيها على الفراخ عمومًا، وتبدئي إن أنتِ تقلبي كل ده مع بعضه. تقلبي ده كله مع بعضه كويس جدًا، وبعدين تبدئي إن أنتِ تحطي فيه قطع الفراخ أو قطع الشاورما اللي أنتِ قطعتيها. إحنا بقى هنعمل قطع الشاورما دي بعد ما هنسيبها طبعًا على جنب كده الأول لحد أطول وقت ممكن، لحد ما تشرب من التوابل ومن التتبيلة، وكمان علشان اللي إحنا حطيناها فيها دي اللي هي شوية الزبادي أو وش اللبن، ده اللي بيطري قطعة البانيه معاكِ أو الفراخ، فإحنا هنسيبها كده شوية على جنب. ونبدأ بقى نعمل إيه، عجينة بيتزا. هنعمل عجينة بيتزا اقتصادية جدًا. هنجيب نُص كيلو من الدقيق عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، هننخلهم، لازم طبعًا ننخل الدقيق كويس جدًا، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح. وهابدأ إن أنا أعجن بمَيّة، هافضل أزوّد لهم المَيّة شوية بشوية لحد ما العجينة تبدأ تلِم معايا. أول ما ألاقيها هتبدأ تلِم معايا كده، هاضيف لها معلقتين كبار من الزيت بس مش أكتر من كده، مش هاضيف لها زيت أكتر من كده لأ، هُم معلقتين كبار بس من الزيت، وبعدين هالِم العجينة كده بيهم، وبعدين خلاص هاسيبها على جنب علشان تخمر. أنتِ عندِك هنا وصفتين، إحنا طبعًا هنضاعف الكمية بتاعة شاورما الفراخ هنضاعفها بالخضار، هاقول لِك دلوقتي هاعملها إزاي. يا إما هتعملي البيتزا زي ما أنا عملت بطريقة اقتصادية، يا إما هتعمليها على مكرونة. والأفضل إن أنتِ تجيبي المكرونة نوع المكرونة الاسباجيتي دي لأنها بتبقى حلوة جدًا مع الشاورما. زي ما أنتِ عايزة، عندِك الفكرتين دول، ممكن تعملي دي وممكن تعملي دي، الاتنين مناسبين جدًا لأكلات آخر الشهر، ومن الأكلات فعلًا المشبعة. جِبت بقى العجينة سِبتها تخمر كده على جنب، وبدأت إن أنا أجيب طاسة بتاعتي فيها شوية من الزيت على النار، وبدأت أنزل بالشاورما بتاعتي كده، أشوّحها في الطاسة زي ما حضراتكم شايفين. هابدأ بقى كده إن أنا أشوّح فيها وهاسيبها على النار لحد ما تنزّل كل المَيّة بتاعتها، أنا مش هاضيف لها أي سوائل خالص. هابدأ كده إن أنا إيه، أشوّح فيها لحد ما تغيّر لون معايا، وأمّا تغيّر لون هتلاقيها بتنزّل المَيّة بتاعتها كلّها، وطبعًا هتحسّي إن حجمها بينكمش شوية معاكِ. هابدأ أقلّب فيها كده، هتبدأ بقى لونها كده يغيّر معايا على النار. وبعدين تنزّل المَيّة زي ما قُلت لحضراتكم. طبعًا قطعتين البانيه اللي هُم أنتِ بتسيبيهم لمّا بتكوني جايبة مثلًا كيلو من البانيه وتسيبي قطعتين كده في علبة أو في كيس على آخر الشهر، لآخر الشهر الأسبوع بتاع آخر الشهر ده، أو مثلًا عندِك لحمة مفرومة وبتسيبي منها معلقتين 3 برضه على جنب كده، طبعًا دي من الوصفات اللي هي هتنجز معاكِ جدًا في آخر الشهر، يعني هتريحِك من حيرة هناكل إيه في آخر أسبوع بالذات. إحنا بنبقى عايزين نعدّي الأسبوع من الشهر بأي طريقة. فالحاجات دي بتبقى طوارئ الفريزر اللي إحنا اتكلمنا عنها قبل كده. أنا هاكتّر طبعًا البانيه أو هازوّد حجمه بالخضار. هتجيبي بقى أي خضار أنتِ بتحبيه ممكن تحطيه على البانيه. أنا جِبت فلفل أخضر، كان عندي حبّاية من الفلفل الأخضر كبيرة، وبصل وطماطم وكمان جزر. عايزة تضيفي جزر ماشي، مش عايزة براحتك، بس أنا باحب الجزر جدًا فيها، باحس إنه بيدّي له طعم وقيمة غذائية كمان. بدأت كده إن أنا أقطّع الفلفل كده شرايح، وبرضه البصل كمان والطماطم. الجزر المبشور بس يكون بشر كبير، بيدّي طعم حلو جدًا ونكهة حلوة جدًا في وصفة الشاورما.
بس أنا ما حبيتش بصراحة إن أنا بقى لسه أبشره، قُلت هي جزرة أنا هاقطّعها كده يعني قطع صغيّرة كده بإيدي كده على بالسكينة كده وأنا واقفة على طول، بدل ما لسه هاشغّل الكبة. فبدأت كده إن أنا إيه، أقطّع كل الخضار كده على إيدي زي ما حضراتكم شايفين. طبعًا كمية الخضار لمّا بتقطّعي حبّاية واحدة بس من كل نوع من الخضار هيدّيكِ طبق ما شاء الله مليان. لمّا بتضيفيه هاوريكم دلوقتي الكمية اللي هتعملها معايا لمّا أضيفها على البانيه، هتحسّي إن أنتِ كتّرتِ كمية البانيه بالخضار، وفي نفس الوقت أنتِ كده زوّدتِ كده القيمة الغذائية للطبق بتاعِك. بس هنا كده بقى خلاص بدأت بقى إن أنا إيه، قطّعت كده الخضار بتاعي كلّه، وهابدأ كده إن أنا أضيفه على الشاورما بتاعتي. هي طبعًا دلوقتي أنا سايباها على النار بتشرب المَيّة بتاعتها خالص، بتنزّل المَيّة بتاعتها، وأول ما تشرب المَيّة بتاعتها خلاص أنا كده هابدأ بقى إن أنا أضيف لها الخضار، أحس إن هي خلاص كده بدأت تدخل في السِوَى خلاص، لإن هي طبعًا ما بتاخدش وقت خالص على النار. هنا بقى كنت خلاص ضِفت الخضار هنا على الشاورما بتاعتي على النار بعد ما شربت المَيّة بتاعتها، وبدأت كده إن أنا أقلِّب كلّه مع بعضه واسيبها شوية، حطيت لها شوية ملح وفلفل كمان. هنا كنت سالقة مكرونة، وكمان كنت عاملة صلصة. الصلصة دي طبعًا هتنفع معايا بقى، لو أنتِ سالقة مكرونة هتنفع معاكِ في المكرونة. الصلصة أنتِ عاملاها جاهزة. لو أنتِ عاملة بيتزا فأنتِ هتاخدي من الصلصة دي برضه وهتحطي عليها شوية من الفلفل الأسود، شوية من التوم المفروم، وشوية من الزعتر لو أنتِ عندِك زعتر، وتدهني بيهم وش العجينة. هتدّيكِ طعم حلو جدًا للبيتزاية اللي أنتِ عاملاها. فأنتِ في كل الأحوال كده عملتِ الصلصة مرّة واحدة بس هي موجودة عندِك. عايزة تعملي بقى المكرونة شوية مكرونة مسلوقين ماشي. أنا عملت طبق المكرونة زي ما حضراتكم شايفين كده طبق مسلوق. عايزة تقلّبي المكرونة المسلوقة مع الصلصة وتضيفي عليهم الشاورما ماشي. عايزة تعمليهم زي ما أنا عملت كده، حطيت المكرونة المسلوقة وعليها الصلصة وفوق منها الشاورما زي ما أنتِ عايزة. طبعًا الطبق ده بيبقى مُشبع جدًا، يعني يعني لو أنتِ عملتِ منه 3 أطباق كبار هيكفّي الكمية اللي أنا عملتها دي. ممكن تعمل معاكِ 3 أطباق كبار من الطبق ده. طبعًا أنا هنا حطيت فيها ما حطيتش طبعًا كل الشاورما، حطيت منها معلقتين زي ما حضراتكم شُفتوا على الطبق، وكمان الباقي أنا فردت العجينة في الصواني، وبدأت كده إن أنا إيه، أحُط عليها الصلصة. وبعد الصلصة كمان بدأت إن أنا أحُط عليها بقية بقى الشاورما اللي موجودة عندي مع الخضار، وكمان حطيت عليها جبنة رومي مبشورة من فوق. زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين دخّلتها الفرن على درجة حرارة 200. مش بتاخد وقت خالص، وبعدين باشغّل لها الشواية بس تنشّف الوش في آخر 5 دقايق، وبعدين طلّعتها بالشكل اللي قدّام حضراتكم. دي البيتزاية الصغيّرة دي أنا كنت عاملاها من غير خضار خالص، بشرايح بشوية حتّة كده من الجبنة المبشورة قطّعتها شريحة، وكمان شوية من الفراخ كده من غير بس أي خضار، لإنها بنتي الصغيّرة ما بتحبش البصل والفلفل. فأنا باعملها لها كده لوحدها كده علشان ترضى تاكلها. و وده بقى شكلها. بُصّوا العجينة ما شاء الله طرية جدًا وتحفة جدًا. من قطعتين البانيه عملنا منّهم أطباق البيتزا دي، وكمان عملنا طبق المكرونة بالشاورما. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منّه، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.